يواصل النجوم العرب التألق بتسجيل الأهداف في مختلف الملاعب الأوروبية، حيث ضرب الجزائري رياض محرز موعدا مع شباك واتفورد. وكان المغربي سفيان بوفال لاعب ساوثهامبتون في الموعد مع التهديف أمام توتنهام، في حين خطف المصري رمضان صبحي هدف التعديل لستوك سيتي ضد هدرسفيلد تاون. كما استعاد سفيان هني المحترف الجزائري في صفوف أندرلخت استعاد حسه التهديفي في بلجيكا. قمة كروية تلك التي احتضنها ملعب الأنفيلد بين ليفربول وضيفه ليستر سيتي، حوار كروي بطابع عربي كان شاهدا على تنافس المصري محمد صلاح والجزائريين رياض محرز وإسلام سليماني. وكانت الكلمة الفصل في الأخير للفرعون المصري الذي ساهم في فوز الريدز بفضل هدفين رائعين. كرة بس ميدان يدخل فريق ليستر من البداية. أروشوم للثعالب رياض محرز يمرر والهدف لفريق ليستر. ليستر يفاجئ ليفربول ومحرز كان وراء الكرة. محرز يمرر الريا وفيردي حاضر. ليستر فريق الثعالب. فاردي يعلن عن تقدم ليستر.
تمريره ممتازه كانت من شرب رياض محرز. هذا هو فيرمينو يلعب كره روبرتو عرضيه من ماني صلاح. هيا صلاح ولكن بعد صلاح كنترول والتسديد ولكن كره الساب المصري. موسم الماضي ليفربول فاز 4-1 كره باتجاه الساب المصري. انطلق صلاح يسدد والدفاع حاضر. صلاح يقاتل على الكره صلاح ولكن في خطه لماكواير يكسب خطه. لاعب سابق للشيفيلد يونايتد تجاوز مدافع ليستر. تمرير لفيرمينو ترجع لصلاح. صلاح الطلاق صلاح يعدل رائع صلاح ولكن اللمسه الاخيره الفينش من جانب صلاح. تنقل كرة طويلة للامام باتجاه صلاح ضغط صلاح ولكن شمايكل كان السباق. شمايكل يقتل الكرة في حديث مع رياض محرز. راجع فريق ليستر بشكل كبير بعد الهدف. كرة من جديد ليفربول في الهجوم يلعب كرة بالكعب صلاح والتعديل صلاح هيا صلاح يعدلها صلاح يصل لمرمى الثعلب السام المصري. صلاح اللي تأنى في التأني السلامة. صلاح يعدل الكفة. ساديو ماني بالكعب. صلاح انطلق صلاح مر صلاح يسجل. صلاح يعدل الكفة 1-1. ليفربول يرجع للمباراة بفضل هدافهم. صلاح يسجل هدف رقم 16 لي مع ليفربول في البريمير ليج. كوتينيو صلاح يحاول يتجاوز ماكوير يكسب كرة فيرمينو مر لكوتينيو صلاح والثاني صلاح هو الثاني ضيعها صلاح حارس المرمى شمايكل. خروج رياض محرز ودخول اوكازاكي. مهاجم بمهاجم ولاعب وسط هجومي بلاعب وسط هجومي. يدخل اسلام سليماني. فيرمينو ينقل الكرة لمسه باتجاه صلاح مال صلاح الثاني يا صلاح يا ولد. صلاح يتمكن من اختراق دفاع ليستر. ثنائية السام في مرمى الثعلب. الهدف الثاني لفريق ليفربول بإمضاء النجم المصري محمد صلاح فخر العرب فخر الكرة العربية صلاح. توج الدولي الجزائري ياسين إبراهيمي المحترف بنادي بورتو البرتغالي بجائزة أفضل لاعب في البرتغال لعام 2017 وذلك بعد تصدره للاستفتاء الذي قامت به صحيفة أوجوغ البرتغالية الشهيرة. تأتي هذه الجائزة لتضاف إلى جملة من التتويجات التي حققها إبراهيمي في الفترة الأخيرة. عجبني قوي كورونا 17 عجبني جدا. وادي ماكسي بيريرا عمل عرضيه لكن المره دي بقى يغطي لويس هرنانديز. الكره الثانيه مهمه عاملها حلوه قوي كورونا الى ماكسي بيريرا. يا ولد التاريخ يعيد نفسه. رابح ماجر عملها في مين؟ نجم بورتو السابق الجزائري ياسين الإبراهيمي. من يحمل الصك الجزائري هنا ياتي في هذه الليله مع بورتو ولكن مع ياسين الإبراهيمي. بص شوف الجزائر بتعمل ايه. بص شوف ياسين يا لعيب ياسين. حلوه الهدف الثالث. حكايه قصه جميله. موسى ماريجا او فينسنت ابو بكر يمر يحضر كره. جول 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 مثل ما كان يدهشهم ابن حسين داي رابح ماجر. ها هو ابن المنيعة واحدة من إبراهيم. 9 لاعبين ما بين المغرب والجزائر وتونس من بينهم 7 ينشطون في الملاعب الأوروبية. اختارتهم مجلة فرانس فوتبول للتنافس على جائزة أفضل لاعب مغاربي خلال عام 2017. فرقتهم الحدود والمسافات والدوريات فجمعت شملهم المجلة الفرنسية الواسعة الانتشار فرانس فوتبول حول التنافس على لقب أفضل لاعب مغاربي لعام 2017. 9 طيور مهاجرة من المغرب العربي بينها 7 تنشط في دوريات أوروبية كبيرة توفرت فيها وفق فرانس فوتبول شروط الترشح نظرا لتألقها خلال العام المنقضي.
ثلاثي مغربي فرض نفسه بين الأسماء المرشحة في القائمة، أولها مهدي بن عطية صخرة دفاع نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي ووصيف بطل أوروبا. الدولي المغربي نجح في أن يصبح كلمة السر في تشكيلة ماسيميليانو أليغري بعد رحيل بونوتشي نحو الميلان، كما ساهم بشكل كبير في عودة منتخبه المغربي إلى أجواء المونديال بعد مشوار تصفيات شاق ومثير، محققا حلم المسيرة الكروية في سن 30. الأسد المغربي الثاني هو متوسط الميدان نبيل درار، لاعب موناكو الفرنسي سابقا وفينربخشي التركي حاليا، يعد من بين العناصر الوازنة في تشكيلة المنتخب المغربي بفضل خبرته الطويلة التي اكتسبها مع الأندية البلجيكية والفرنسية، وآخرها بقميص موناكو الذي سبق وأن توج معه بلقب الدوري الفرنسي. الرقم الثالث الصعب في القائمة حكيم زياش، مهاجم أياكس أمستردام، لاعب مهاري وسريع، بات من اللاعبين الذين ترصدهم عيون الأندية الكبيرة في القارة العجوز نظرا للمستويات التي يقدمها مع ناديه الهولندي الذي ترعرع في مدرسته الكروية العريقة. الجزائر ورغم نكستها الكروية ببقائها خارج أسوار مونديال روسيا فقد تكلمت بلسان ثلاثي متميز في ملاعب أوروبا. رياض محرز لاعب ليستر سيتي، ما تزال الملاعب الإنجليزية شاهدة على توهجه رغم تراجع مستواه عام 2016 قبل أن يستعيد موهبته رفقة الثعالب، موقعا العديد من الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز. المدافع فوزي غلام الذي يتعافى من إصابة في الأربطة المتقاطعة لفت الأنظار مع نابولي الإيطالي الذي جدد عقده مؤخرا حتى 2022. غلام بفضل حضوره المتميز في مركزه مع نادي الجنوب الإيطالي اختير ضمن تشكيلة أفضل لاعبي الدوريات الخمسة الكبرى في القارة الأوروبية، كما سيحصل أحد أفضل عناصر منتخب محارب الصحراء على جائزة المواطنة الرياضية الفخرية لعام 2017 من قبل اللجنة الأولمبية الإيطالية. النجم الآخر سفيان هاني سفير الجزائر في الدوري البلجيكي، تأثر مستواه فنيا داخل منتخبه الوطني، غير أنه نجح قائدا لفريقه أندرلخت حيث كشف عن مهاراته وتطوره السريع في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا. ثلاثة نسور تونسية حاضرة بدورها ضمن القائمة، أبرزها وهبي الخزري لاعب ريان الفرنسي الذي عاد إلى الواجهة الكروية بقوة بعد موسم للنسيان مع فريق ساندرلاند الإنجليزي الذي هبط إلى الدرجة الثانية. ابن الخضراء أثبت علو كعبه مع النادي الذي نشأ فيه، كما كان أحد أهم العناصر التي حققت عودة المنتخب التونسي إلى الأجواء المونديالية. يطمح الدولي المغربي كريم الأحمدي بقوة لحصد جائزة أفضل وسط ميدان هجومي حسب ما أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على حسابه الرسمي في تويتر، حيث ينافسه كل من نابي كيتا لاعبي لايبزيج الألماني وجون ميشيل سيري لاعب نيس الفرنسي. ويأمل الأسد المغربي التتويج بهذه الجائزة بعدما تم اختياره مؤخرا من قبل صحيفة فوتبول انترناسيونال كأفضل شخصية رياضية في هولندا. إليرو إليا تمريرة بينية جميلة داخل منطقة الجزاء، خطيرة ميكيل كرة عرضية تصل إلى كريم الأحمدي، كريم يسدد والهدف الأول لمصلحة نادي فاينورد روتردام، هدف أول عن طريق اللاعب المغربي كريم الأحمدي. بلال باشكوغلو وهذه محاولة لكريم الأحمدي، جول رائع لكريم الأحمدي، تسديدة من خارج منطقة الجزاء قوية من كريم الأحمدي، محاولات أمامية وتصويبة لكن إلى ضربة لسه ما خرجتش تحضير ومحاولات كرة عرضية من كوكول كرة في منطقة الجزاء، المحاولات الأحمدي. الله 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 عليك يا أحمدي، الله كريم كم أنت الليلة كريم يا كريم، يقتنص بطاقة المقدمة من جديد أو يقتنص هدف زادت الفارق وتوسيع الفارق كريم الأحمدي. نواصل مع نجومنا العرب في الملاعب الأوروبية، فبعدما فرض اسمه ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب واعد للسنة المنقضية بالقارة الأفريقية، سيكون أمين حارث نجم شالكي حاضرا ضمن قائمة من 3 أسماء تنافس على لقب اللاعب الواعد
في ألمانيا. محاولة عن فريق الشالكة 0-4. كرة تلعب داخل المنطقة، فرصة تسجيل وحرية السجل الثاني، الهدف الثاني لفريق شالكة. شالكة يرجع للمباراة. تيسكو حارث على دكة المبتلاء. أنت مخطئ يا مدرب فريق شالكة. حارث يرجع فريق شالكة للمباراة بالهدف الثاني. كرة روضها من حارث الأزرق، يغير من مجريات الشوط الثاني. في الشوط الثاني فريق شالكة يرجع للمباراة 4-2. سيلعب الآن من أجل الثالث، سيحلو اللقاء، سيحلو الطرب في هذا الديربي. 4-2 ديربي يفي بكل وعوده في 6 أهداف. والمهارة أيضا والفنيات العالية جدا من جانب اللاعب بريل. يلعب على طول بريل، هاتوا خد كرة خطيرة خطيرة، تمريرة، فرصة، جول جول جول.